في فقرة الكومباريزن هنشوف عربيتين صغيرين اقتصاديين، وهي هيونداي i10 وكيا بيكانتو من فئة الهاتشباك، هيتنافسوا وبقوة، وهتقدم لنا المنافسة ياسمين سامي. العربية اللي معانا النهاردة من فئة العربيات اللي حجمها صغير، المصنوعة مخصوص علشان الزحمة، وطالما قلنا زحمة أول حاجة هتيجي في دماغنا شوارعنا، إذا العربية دي مناسبة جدا لشوارعنا اللي على طول زحمة. كان أول إنتاج عالمي للعربية دي سنة 2007، وكان متوقع لها إنها تحقق نجاح كبير، وده بالفعل اللي عملته العربية، وحصلت على العديد من الجوائز، كان منها جائزة سيارة العام لسنة 2008 في الهند وماليزيا، وحصلت على تقدير 4 نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية. العربية اللي معانا هي هيونداي i10، واللي هنقارنها بعربية تانية شبهها جدا هي الكيا بيكانتو اللي بدأ إنتاجها سنة 2004. العربيتين بينتموا لمجموعة واحدة هي مجموعة هيونداي كيا العالمية، لكن رغم كده كل عربية احتفظت بشكلها ومواصفاتها الخاصة، وده خلى العربيتين بيقعوا دايما في مقارنة مباشرة مع بعض. على فكرة الكيا بيكانتو كمان حصلت على تقدير 4 نجوم في اختبارات التصادم الأوروبية. أول ما هنبص على الاي 10 هنلاقي إنها بتتميز بتصميم كومباكت ذكي جدا، ده بيوفر لها مرونة عالية وقدرة على المناورة في الزحمة، وكمان بيديها ثبات على الطريق. العربية معروفة إنها هاتشباك 5 أبواب. تعالوا مع بعض نشوف باقي التفاصيل عن شكل العربية. زي ما احنا شايفين تصميم العربية شكله بسيط وأنيق في نفس الوقت، وبيميزه الفوانيس البيضاوية والشبكة العريضة، ومن الجنب واضح كمان بساطة التصميم. ظهر العربية هنلاقيه مختلف تماما عن أي عربية تانية من نفس الفئة. هنلاقي الفوانيس الطويلة دي حاجة بتميزها، وفي كمان السبويلر في بعض الفئات من العربية دي. عايزة أوضح حاجة، إن رغم التشابه بين الاي 10 والكيا بيكانتو في الشكل والحجم، إلا إن الكيا بيكانتو بتتميز بتصميم عصري وإن فيها تفاصيل أكتر. على مستوى الأبعاد اي 10 طولها 3 متر 58 وعرضها متر 59، ارتفاعها متر 54. قاعدة العجلات طولها 2 متر 38، ارتفاعها عن الأرض أو الخلوص الأرضي 14.9 سنتي. أما الوزن فهو 880 كيلو جرام، هي تقريبا نفس أبعاد البيكانتو باختلاف كم سنتي. هيونداي i10 مزودة بموتور 1100 سي سي، قوته 69 حصان وعزمه 101 نيوتن متر. بيتصل بنقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك. معدل استهلاك البنزين بيتراوح ما بين 4.8 لتر ل 5.7 لتر، وسعة التانك 35 لتر. الكيا بيكانتو أدائها أقوى بكتير من الاي 10، ده لأن موتورها 1200 سي سي وبيدينا 87 هورس باور، وعلى فكرة في منها مانيوال وأوتوماتيك. رغم ان العربيه حجمها صغير الا انها من جوه مريحه، وحتى صالون العربيه هنلاقيه واسع نسبيا لو قارناه ببقيه العربيات التانيه اللي من نفس الفئه، وتصميمها طبعا من جوه انيق وبسيط زي شكل العربيه من بره. لكن انا من وجهه نظري ان الكيا بيكانتو تفوقت برضو في التصميم على الاي 10، لان الكيا بيكانتو تصميمها من جوه برضو بيتميز ان هو عصري وشبابي اكتر. الاي 10 في منها 4 فئات، مانيوال او اوتوماتيك، وعامه العربيه فيها GLS وفيها حوامل للكوبايات واماكن للتخزين، وبنقدر نفتح تانك البنزين من جوه العربيه. تكييف بتحكم مانيوال، باور ستيرنج، ازاز كهرباء، الكراسي الخلفيه قابله للطي، دريكسيون قابل للضبط، ازاز ملون، جنود 13 بوصه، كاوتش 70 على 155، وراديو CD. طبعا التجهيزات دي حسب الفئه اللي بيختارها العميل، يعني ما بتبقاش متوفره في كل الفئات. بالنسبه لتجهيزات الكيا بيكانتو هنلاقي ان فيها جنود 14 مش 13، وراديو CD
فيها 4 سماعات مش سماعتين، وفي بعض الفئات منها فتحة سقف، ده طبعا غير المساحات للزجاج الخلفي والمرايات الكهرباء. التجهيزات الزيادة دي في الكيا بيكانتو رفعت سعرها بالمقارنة مع الهيونداي الاي 10، ومتوفرة طبعا في 4 فئات مانيوال واوتوماتيك. عايزه اقول لكم ان المقارنه النهارده بين العربيتين بجد صعبه، لان العربيتين شبه بعض قوي، لكن خلوني اوضح لكم بعض النقط المهمه في الاختلاف بين العربيتين اللي ممكن تساعدكم في اختياركم. في النهايه نقدر نقول ان على مستوى الشكل الخارجي كل عربيه بتختلف عن الثانيه، لكن كيا بيكانتو ممكن يكون تصميمها متطور اكتر. وعلى مستوى استهلاك البنزين الاي 10 طبعا اقل لان موتورها 1100 سي سي اقتصادي جدا. أما لو اتكلمنا عن مراكز الخدمة هنلاقي إن هيونداي اي 10 ليها دعم مميز من خلال شبكة مراكز خدمة مجموعة جي بي غبور أوتو المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وده بيديها ميزة كبيرة على مستوى خدمات ما بعد البيع. وأخيراً على مستوى السعر هنلاقي إن هيونداي اي 10 بتتميز بسعر اقتصادي بيناسب شريحة كبيرة جدا من العملاء، وخصوصاً فئة الشباب اللي بيدوروا على عربية تناسب احتياجاتهم النشطة وتناسب الاستخدام اليومي في كل الظروف، وكمان بتتميز بتوفير استهلاك البنزين. العربيتين حلوين قوي، ومتهيألي ان هم مناسبين جدا للبنات، يمكن لان حجمهم صغير، كمان فيهم اغلب التجهيزات اللي بتناسب كل الاحتياجات. يا ريت اصلا كل المصريين يركبوا عربيات صغيره، يمكن تخفف من الزحمه شويه.